طب طالما احنا في مصر بنقدر نعمل الحاجات دي، ليه ما كناش بنعملها من قبل كده؟ ولو احنا بنعملها من قبل كده، ليه انا ما كنتش اعرف البرودكتس دي؟ يعني بصوا يا جماعة، انا مبهورة براند كليلة يا جماعة. انا مبهورة بيها. اولا براند مصري بيعمل رينج كامل سكين كير، غسول، غسول، تونر، سيرمز، هيلورونيك اسيد، نايسيناميد، والفا اربيوتين. تمام. زي ما انتم شايفين الباكجينج روعه. وكمان عندنا اي كريم، عندنا كريم عين محترم جدا جدا، وعندنا مرطب حلو جدا جدا. هديكوا ريفيوهات سريعه لان طبعا يعني هو كل برودكت عايز فيديو لوحده. وعلى فكره كمان هما بيعملوا سان سكرين، بس ده للاسف انا ما جربته. اول حاجه الغسول يا جماعه، الغسول بتاعهم بالساليسيليك اسيد، هو طلع رغاوي كده لانه وقع وقعه جامده قوي مني، بس هو غسول جل. انتوا محتاجين منه ربع بامب، يعني البامب دي كلها تكفي ان انتوا تستحموا بيها، انتوا محتاجين ربع بامب. الغسول ده ينفع لجميع انواع البشره، بس اللي معرضه للحبوب. بس طبعا يعني ده للبشره الدهنيه والبشره المختلطه. لو انت بشرتك جافه بس عندك حبوب او عندك حبوب تحت الجلد، طبعا انصحك بيه. هو فيه ساليسيليك اسيد، وبقى فيه نايسيناميد، وطبعا فيه بانثينول، وفيه صبار. لما تيجي تغسلي وشك بيه مش هتحسي ان هو بينشف وشك ابدا، بالعكس هتحسي ان هو بيرطبها، بس ليه تاثير حلو جدا جدا على الحبوب. تاني حاجة بقى التونر بتاعهم، ده تونر تفتيح، هتستخدميه بقطنة او هتستخدميه على ايدك كده بالطريقة الكورية وتعملي باتنج كأنه اسنس او كأنه سيرم تحضيري للستبس اللي بعدها. ده سيرم بالنايسيناميد، بيوحد لون البشره او بيفتح يعني البشره. انا ما بحبش كلمه تفتيح، هو بيوحد لون البشره. في كمان بانثينول، وهتلاقوا من الانجريدينتس بتاعته الجليسرين بيرطب البشره، وبيعتمد على النايسيناميد. حلو جدا، بشرتي ما تحسستش منه واتسو ايفر. هتحسوا القوام بتاعه زي الميه بالظبط بالظبط. لذيذ جدا وبيدي كده برايتنينج افكت. بعد كده بقى يجي دور السيرمز. زي ما قلت لكم في نايسيناميد وفي الفا اربيوتين وفي هيلورونيك اسيد. احلى حاجه في السيرمز انا حبيتها هي الملمس. ما فيهاش الملمس. انتوا عارفين السيرمز المصريه دايما بتند انها تبقى اتقل، وما فيهاش الاحترافيه بتاعه سرعه الامتصاص. يعني دايما بتبقى تقيله، دايما بتبقى ستيكي، دايما بتسيب تلزيق كده، ودايما بتبقى سرعه الامتصاص بتاعتها بطيئه جدا جدا. لا، السيرمز دي مش كده. السيرمز دي امتصاصها عالي جدا جدا، سرعه امتصاصها عاليه جدا. حبيت جدا جدا الهيلورونيك اسيد بتاعهم. انا من الناس اللي ما بحبش الهيلورونيك اسيد، الهيلورونيك اسيد بتاعهم حلو جدا. الالفا اربيوتين سيرم برضو حبيته جدا، بس ما استخدمتوش كتير. زي ما انتم شايفين النايسيناميد سيرم بتاعهم حلو جدا جدا، ساعدني. انا عندي كده حبوب تحت الجلد بالذات في المنطقه دي، ساعدني جدا جدا، مع العلم ان انا كنت بستخدم ساليسيليك اسيد معاه. كريم العين بتاعهم حبيت التكنولوجي بتاعته، ان هو واخد سلايد تنت، بس مش تنت ان هو بقى كونسيلر ولازم بقى اغسله قبل ما انام. لا، يعني بصوا واخد كده وبيتوزع. ده يا جماعه مش زي الحاجات التانية اللي هو في فاونديشن. لا، هو مش كده. هو عامل زي بتاع مثلا اولا هنريكسن اللي واخد لون بس بيتوزع. هو في كافيين وفي ريتينول وفي كذا اكتيف انجريدينت، هيقعد معاكي الى ما لا نهايه حرفيا. بيدي كده برايت ايفكت، وبيرطب تحت العين حلو. فكريم عين حلو لذيذ جدا. ولاست بات نوت ليست كريم الترطيب. كريم الترطيب ده حلو جدا جدا. ينفع لكل انواع البشره. انا بشرتي دهنيه واستخدمته بشرتي الشتا ده، لسه الدنيا ما سقعتش، فانا لسه بشرتي دهنيه. يعني انا دايما لما بخش في الشتاء بتبقى بشرتي جافه، لا انا بشرتي دهنيه وسايقه العوج عليا الفتره دي. فانا يعتبر اليومين دول اكني برون تو اويلي، والكريم ده تحفه معايا. حلو جدا، سهل الامتصاص جدا. بيغذي بشرتي. هو المفروض بيعمل فيرمينج كمان، فكويس جدا للانتي ايجينج. سهل الامتصاص جدا، حلو تحت الميك اب، حلو تحت السان سكرين. بصوا تحسوا ان هو كده كريم لذيذ ومغذي. انا كمان بستخدمه على ايدي. حلو جدا جدا. اللاين ممتاز. البراند حلوه، البراند صدمتني. جميله، والباكجينج بتاعهم حلو،
وبراند شيك وبراند كده يليق ان هو يبقى براند مصري. 5 دقايق من الرغي بس البراند تحفه. I can't wait ان انا استخدم السان سكرين بتاعها.